السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد نص معلوماتي بعنوان التجارة على مر الزمان. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. التجارة على مر الزمان. تعد التجارة وسيلة من وسائل التبادل التي يستخدمها الناس في تبادل المنافع والسلع الضرورية، كما أنها تعد من أكثر الأنشطة التي مارسها الإنسان قديما، والتي كانت سببا في حدوث تطورات كبيرة للحياة الإنسانية. ويعود تاريخ التجارة إلى 10,000 عام قبل الميلاد، حيث كانت آنذاك متركزة على تربية المواشي والمتاجرة فيها لكونها من أبرز الموارد الغذائية. يبقى التجارة هي عبارة عن تبادل منفعة ما بين أكثر من شخص، بتبادل منافع وبتبادل سلع ضرورية، وهي من أهم الأنشطة اللي احنا بنمارسها من أيام القدماء. وبسبب التجارة أدى إلى تطورات كبيرة للحياة الإنسانية، وبدأت التجارة من زمان زمان زمان، يعني من حوالي 10,000 عام قبل الميلاد. وكانت التجارة زمان أو قديما متركزة على تربية المواشي وإزاي نتاجر فيها. مع مرور الوقت ظهرت عمليات المقايدة، ولكن اعتمادها على وجود رغبة بين الطرفين أدى إلى فشلها، وهو ما أدى لظهور بعض العمليات التجارية الجديدة كالمتاجرة بالأصداف وبعض الأغراض الثمينة كوسيلة للتبادل التجاري، وما ساعد على استخدامها أنها تنتج بشكل طبيعي ومحدود، فضلا عن صلابتها، إلا أن إنتاجها بشكل محدود جعل الناس يفكرون في استخدام المعادن كالذهب والبرونز والنحاس والفضة لتوفير قدر من المرونة للحصول على مختلف السلع. وبدأ بذلك الاستخدام الأولي للعملات المعدنية. يبقى احنا قلنا ان كان في الأول التجارة وكانت متركزة على تجارة المواشي. بعد كده بمرور الوقت عملوا المقايدة. يعني ايه مقايدة؟ يعني ادي لك سلعة تديني انا كمان سلعة، زي ما احنا شايفين في الصورة كده. انا اديت لك مثلا سمك تدي لي انت خضروات، اديت لك مثلا حيوانات او ارانب او حاجة تدي لي مكانها سلعة تانية. بس طبعا السلعة والمقايدة دي فشلت. بعد كده تجروا بالأصداف وبعض الأغراض الثمينة في تبادل التجاري. بعد كده قالوا طب خلاص احنا ممكن نتاجر في الذهب والبرونز والنحاس والفضة، وبقت الموضوع ده شغال لغاية ما فكروا في استخدام العملات المعدنية. على الصعيد التجاري ظهرت بعض أنواع التجارة القديمة كتجارة الحرير، زي ما احنا شايفين كده في الصورة، بقى يبيعوا الحرير والأقمشة والورق والبارود قديما. كما ظهرت الأسواق التجارية البسيطة التي يتم فيها البيع والشراء. يبقى الوقت كده البيع والشراء بدأ يتم داخل السوق. ثم بدأت عمليات التجارة تتخذ الطابع الخارجي مع زيادة القوافل عبر الطرق التجارية. مع العمليات الاستكشافية للعديد من مناطق العالم أصبحت العمليات التجارية أكثر مرونة، وصارت هناك رحلات موسمية تجارية. يعني كان في رحلة موسمية في التجارة كانت لها موسم معين بيسافروا فيه،
وتلك الرحلات تم بسببها عقد كثير من الاتفاقيات، يعني بعد يبعثوا الرحلة ويتفقوا على اتفاق للتجارة فيها. ومن ثم ظهرت بعض الشركات التي ظلت تتطور لتصبح جزءا من الواقع التجاري، وهو ما أدى إلى ظهور قوى تجارية عالمية ضخمة مع مرور الوقت. يبقى بسبب الرحلات الموسمية هو اللي أدى إلى ظهور قوى تجارية وأدى لظهور الشركات. للتجارة أنواع، فمنها التجارة الداخلية اللي هي بتتم داخل حدود البلاد، وكذلك التجارة الخارجية وهي اللي بيتم فيها تداول السلع بين بلدين مختلفين يعني خارج البلاد. وهناك نوع آخر من التجارة ظهر حديثا ألا وهو التجارة الإلكترونية اللي هي الأونلاين، وهي تشير إلى الأنشطة التجارية التي تتم عبر الإنترنت. للتجارة دور مهم في تنمية الاقتصاد فضلا عن تغييرها للعالم بدفع الإنتاجية ونشر التكنولوجيا الجديدة، وجعل المنتجات أقل تكلفة، فهي تشكل عاملا بالغ الأهمية بالنسبة للتمويل، وتقدم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية أو في البلدان النامية، حيث تعتمد عليها في تأمين السلع الضرورية، كما تعتمد مستويات الادخار والاستثمار فيها على حصيلة التبادل الخارجي. لذا علينا أن نهتم بالتجارة ونرفع حصيلتها نظرا لأهميتها الكبرى في تنمية الاقتصاد الوطني. يبقى الجزء ده مهم جدا، بيعرفك فيها دور التجارة إن هي بتنمي اقتصاد مصر، وكمان بتخلي المنتجات أقل تكلفة، وكمان بتشكل عامل بالغ الأهمية بالنسبة للتمويل، وبتخلي البلدان النامية بترتفع اقتصاديا، وكمان بتأمن السلع الضرورية، والإنسان بيتعلم إزاي يدخر ويستثمر أمواله. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. تعالوا بينا نحل مع بعض الأنشطة والتدريبات. نشاط الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. نقط وسيلة لتبادل المنافع والسلع الضرورية، طبعا هنختار التجارة. كانت التجارة في بادئ الأمر معتمدة على الموارد، نقط هنختار الغذائية. الإنتاج نقط للأصداف ساعد على انتشار العملات المعدنية، هنختار الإنتاج المحدود. تتم التجارة الإلكترونية عبر نقط، هنختار الإنترنت. كلما زاد التبادل التجاري قلت نقط، هنختار الأسعار. النشاط الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. حققت المقايضة المرونة المطلوبة للحصول على مختلف السلع، العبارة خاطئة. تسهم التجارة الداخلية في انتشار السلع بين قارتين مختلفتين، العبارة خاطئة. غيرت التجارة العالم وطورت الحياة الإنسانية، العبارة صحيحة. التجارة تنمي الاقتصاد الوطني، العبارة صحيحة. النشاط الثالث، صحح الخطأ الذي تحته خط في كل جملة كما في المثال. التجارة من أحدث الأنشطة التي مارسها الإنسان. هنا أحدث هنشيلها ونكتب أقدم الأنشطة التي مارسها الإنسان. اختلاف رغبات الطرفين أدى إلى استمرار نظام المقايضة، هنشيل كلمة استمرار وهنكتب فشل نظام المقايضة. قل التبادل التجاري بسبب التطور التكنولوجي، هنشيل قل ونكتب زاد التبادل التجاري بسبب التطور التكنولوجي. الرحلات الموسمية شكل من أشكال التجارة الداخلية، هنشيل كلمة الداخلية وهنكتب الخارجية. تجارة الهواتف المحمولة من أنواع التجارة القديمة، هنشيل الهواتف المحمولة وهنحط تجارة الحرير.
لغاية غدا التعليمية قرب يلي انت وهي شوف اسلوبنا لما تزورنا بنقدم لك احلى هدية. النشاط رقم 4. صل بحسب المعنى كما فهمت من النص. شراء معطف من أحد مواقع الإنترنت هنوصلها بتجارة إلكترونية. بيع وشراء الفاكهة بالجملة في سوق العبور هنوصلها بتجارة داخلية. تصدير القطن المصري للمصانع الأوروبية هنوصلها بتجارة خارجية. نشاط رقم 5. اختر المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة. تذكرت نجاحي وكم كنت فرحا آنذاك. معنى آنذاك هنختار في ذلك الوقت. تعمل الدولة على تأمين فرص العمل للشباب. معنى كلمة تأمين هنختار ضمان. تقدم المدرسة نموذجا للمجتمع المتعاون. معنى تقدم هنختار تعطي. توفر لنا الرياح قدرا من الكهرباء. معنى كلمة قدرا هنختار نصيبا. تصدير السلع المحلية يحسن اقتصادنا. معنى السلع هنختار البضائع. نشاط رقم 6. أكمل بكلمة مناسبة. جايب لك 4 كلمات: تأمين، آنذاك، من ثم، قدمت. هنقرأ مع بعض القطعة ونقول الإجابة على طول. ما أجمل أن تمارس التجارة ولم يتجاوز عمرك 15 عاما. فعندما بدأت تجارتي لم يكن معي أن أكتب آنذاك سوى 5 جنيهات. فقررت الاستثمار في شراء الكتاكيت وعملت على نقط الحبوب لتغذيتها. هنكتب عملت على تأمين الحبوب لتغذيتها. واستعنت بالجمعية الزراعية التي نقط الدعم. هنكتب التي قدمت الدعم والمشورة. ومع مرور الوقت توسعت وحققت ثروة ونقط. هنكتب ومن ثم امتلكت متجرا. فكر في الأمر فقد نصبح زملاء في العمل. النشاط رقم 7. صل بحسب معنى الكلمة الملونة. عندما آن وقت الصلاة قمت لأتوضأ. معنى كلمة آن هنوصلها بحانة. زرت الإسكندرية مرة وكنت آنذاك طفلا. معنى آنذاك هنختار في ذلك الوقت. اتصل بالمطافئ الآن فهناك حريق بالمبنى. معنى كلمة الآن هنوصلها بكلمة حالا. وصل الأصدقاء إلى الحفل في آن واحد. هنا معنى آن واحد يعني وقت واحد. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا 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 لا